نعم. انتقادات كبيرة أيضا تطال القائد رياض محرز، لا يؤدي بشكل جيد مع المنتخب الوطني الجزائري. في رأيك ما هي الأسباب حفيظ؟ تنساش بأنه حتى هو متأثر كثيرا. رياض محرز ما كاش لاعب لا يتمنى الذهاب الى المونديال، اي نعم مردوده مختلف عن مردود السيتي، ولكن السيتي ليست المنتخب الجزائري، وبعدين كثر لاعبين سواء جزائريين او غيرهم مردودهم ليس بنفس مستوى مردودهم مع النوادي التي يلعبون معها كل اسبوع، يتدربون معها يوميا. في المنتخب كل يوم اوكي لعبنا بشكل منتظم مده 3 ولا 4 سنوات بنفس التشكيل، ولكن اللاعب ايضا لحم ودم ويتاثر، ولا واحد يشك في قدراته. ولكن باش تقول لي محرز مردوده ليس كما السيتي، نقول لك نعم. بالنسبة بالماضي، هل تعتقد بأنه يكرر نفس الأخطاء؟ لم يغير جلده، لم يغير جلد المنتخب، لم يغير عقليته، ما زال يعتمد على نفس اللاعبين حفيظ؟ هي خيارات تاع مدرب يلح ويصر عليها. بعد 6 شهور ممكن نقول لك حاجة لم أقولها من قبل. نقول لك لو كنت في مكانه أنا جمال بالماضي كنت بعد الإقصاء من المونديال نغادر بمحض إرادتي يعني. لماذا؟ نغادر ليس لأنني ضعيف أو لا أقدر، ممكن يوفق يعني. نغادر لأنه سنة الحياة هي هكذا، لما تخفق تغادر، وإخفاقان في ظرف شهرين تغادر. وبعدين هو كان يتوقع ونحن ندرك ونتوقع بأنه مأموريته راح تكون صعبة، لأنه ما عندوش بدائل كثيرة جدا. اوكي ما عندوش مواعيد هامه ما عدا كاس افريقيا بعد سنه من اليوم، ولكن ما عندوش خيارات كثيره جدا. ممكن المنتخب في حاجه الى نفس جديد على مستوى الاداره الفنيه، وعلى مستوى ايضا التركيبه والتشكيله، لانه نهايه السيكل تقريبا. كاين كثير لاعبين بلغوا من السن شويه، فاتوا 30 سنه. اذا بالماضي لم يتخذ قرارا حكيما عندما قرر البقاء. هو الامر لم يكن بيده 100% يعني. بيد من كان؟ كان بيد أطراف خارجية سواء جماهيرية أو إعلامية، وحتى على مستوى السلطة كانوا حابينه يبقى جمال بالماضي لسبب أو لآخر. ولكن من دون ما ننقص من إمكانياته أو نشكك فيها أو نقول بأنه، لأنك لا يمكن أن تقول على المدرب بأنه حسن أو سيء إلا بالنتائج. تقول هذا وفق وهذا لم يوفق. بالماضي كانت بصمته واضحة على المنتخب الجزائري، ولكن لو راح كان يحافظ على نفسه وممكن يحافظ على المنتخب بعده. لكن يخرج بعد إقصاء مر هكذا، يخرج هو هذه اللي خلته تكمل. لا يستحق الخروج بهذه الطريقة. هو هذه اللي خلته تكمل. ما زالت له في حلقه أنه نتأهل المونديال. تصور بأن المونديال الجاي إلا الذي لم يريد التأهل لا يتأهل، مع 9 منتخبات في أفريقيا. أعتقد بأنه التأهل الآن لو بلو غراند ديفي هو كأس أفريقيا. هل نقدروا نعاودوا نرجعوا نفوزوا أو نوصلوا للنهائي؟ هذا هو التحدي الكبير. أما التأهل إلى المونديال سيكون تحصيل حاصل. هل تعتقد بأن بالماضي ما زال قادرا على التحكم في المجموعة مثل ما كان عليه من قبل حفيظ؟ انت تعرف الكثير من الكواليس. صعب اجيبك على هذا السؤال، ممكن لانه انا نعرف اشياء جدا مش من حقي اني نقولها، نعرفها من جهات مختلفه. المأموريه ليست سهله على جمال بالماضي، او لم تعد سهله كما كانت على بالماضي. لماذا لم يغير اذا حفيظ؟ لماذا لم ياتي بشبان؟ سؤال يطرح عليه. انت كمتابع. انا اطرح نفس السؤال. يعني لمحت لي وكأنه بالماضي لم يعد بذلك الرجل القادر على التحكم جيدا في المجموعة، ومع ذلك لم يريد التغيير. شوف، ماذا يريد إذن؟ في كلتا الحالتين لما تنجح يصعب عليك التحكم في المجموعة، ولما تفشل أيضا يصعب عليك التحكم في المجموعة. لذلك الناس حتى على مستوى السياسي محمد داروا عهدات ل4 سنوات قابلة للتجديد، صح؟ كان اللي يدير 4 سنوات ويروح، 5 سنوات ويروح. في العالم بيأسروا. هذه تنطبق على السياسة، على الرياضة، على الثقافة. صعب أنت تبقى مدير 15 سنة.